ليه حتسيب اليابان وتروح على المانيا؟ ممكن تعمل فيديو تشرح هذا الشيء. هلا صراحه هذا اكثر سؤال تردد على الصفحه مؤخرا، مشان هيك هذا الفيديو حيكون فيه اهم الاسباب اللي حتخليني بعد 13 سنه باليابان، ومثل ما بتعرفوا انا معي الجنسيه اليابانيه، اني اترك اليابان واطلع على المانيا. حتكون الاسباب من الاهم وانتم نازلين. هلا اول سبب اللي هو بيشمل الرواتب وساعات العمل، فرق العمله. يا جماعة هذا عن جد أكبر سبب اللي مخليني إنه خلص وقف شغل باليابان وأطلع منها على بلد تاني. لأنه متوسط الرواتب باليابان مثل ما بتعرفوا هو $1600، 250 ألف ين. من أول أنا ما جيت على اليابان لهلا نفس المتوسط. الرواتب ما زادت، ساعات العمل بالساعة قديش بتقبض كمان ما زادت. فهذا الراتب صراحة ما بيكفيك شيء إذا أنت إنسان لحالك، وهذا الشيء اللي عم يولد الضغط عند اليابانيين إنه لازم يكونوا اثنين عم يشتغلوا وما بيلحقوا حتى إنه يجيبوا أولاد أو يساهموا بالمجتمع. مشان هيك نسبة كمان الختايرة فوق ال 65%، ونسبة الشباب عم تقل مثل ما حكيت بفيديو امبارح. فالرواتب جدا قليلة مقارنة بأوروبا أو بأمريكا. حتى كان في فيديو من فترة كمان شفته إنه الراتب بأمريكا، المتوسط الراتب الياباني بأمريكا $30,000 اللي هو نص راتب الأمريكي. أو حتى بأوروبا متوسط الرواتب مثلا باختصاص زوجتي اللي هي الهيومن ريسورس أو الريكروتينج هي حوالي 50 ل 60 ألف يورو. يعني بعد الضرائب بيزيد معك شي 3000 يورو تقريبا أو 3200. هدول تقريبا 600 ألف ين. ارقام هلا بجوز انا ضوجتكم بالارقام، بس هذا دبل الراتب يلي ممكن تطلعوا هون او اكثر شوي. حتى حتقولوا لي طيب بجوز الاسعار والمعيشه هون ارخص، فلا ابدا. الاسعار نفسها تقريبا مثل اوروبا، وفي شغلات كخضره وفواكه مثلا هي ارخص حتى باوروبا. وبالنسبه كمان لساعات العمل هون اقل ياباني بيشتغل له 10 12 ساعه، وحضاره الشغل جدا صعبه باليابان. انت مثلا ما فينك تطلع بعد مديرك اذا خلص، وهذا الشيء نحن جربناه وعانينا منه هون. وإذا وقعت عقد عمل كامل هذا المفتوح أو أنت فول تايم إمبلوي، فأنت عندك 45 ساعة شغل بالشهر، هدول إضافي ما بيندفع لك عليه هون. مشان هيك عادة الشركات اليابانية بتعطي الموظف الياباني تاسكات أو مهام زيادة لحتى يشتغل هدول الساعات الإضافية اللي هي مو مدفوعين. فأنت عندك بالشهر هدول 45 ساعة ما لهم مدفوعين وداخلين ضمن راتبك بعقد العمل. فمشان هيك العالم بتلاقيها هون فارطة، نسبة الاكتئاب كبيرة، الاسترس كبيرة، نسبة الانتحار حتى كبيرة كمان باليابان بسبب هذا الشيء، ضغط الشغل. وآخر شيء بيطلع مثلا $1600. فبأوروبا مثلا حسب ما فهمت وسألت كتير عالم وتمحصت مثل ما بيقولوا، فانتوا تشتغلوا انتوا 8 ساعات فقط، والساعات الزياده بتقبضوا عليهم هون، يا اما بتجمعوهم وبتاخذوا ايام عطله عليهم. وبشكل عام العامل عنده حقوق اكثر بكثير من ما عنده هون باليابان. نسب العطل كمان، نسب العطل بالعقد باليابان هي اكثر شركه ممكن تعطي بين 10 ل 15 يوم بالسنه، بينما باوروبا حسب ما سمعت خاصه بالمانيا اقل شركه بتعطيك شهر عطله بالسنه. وفينك تاخذ اجازات مرضيه اذا مرضان او تعمل، فهي الشغلات اسهل. هون واحد لو عم يموت لازم يروح على الشغل. فهي الاختلافات كمان، هي الاسباب الرئيسيه اللي تقريبا المانيا واوروبا بشكل عام بالنسبه لنا شخصيا، انا بحكي اسباب شخصيه انها تطلع، او لاي حدا صراحه باليابان بيوافقني على هذا الشيء لانه بيعرفوا وصورة اليابان مو مثل ما انتم بتشوفوها على النت. فوقت تجوا سائحين حتشوفوا الاحترام الزايد، حتشوفوا كل شيء انه كتير بيرفكت، بس تشتغلوا معهم ممكن تواجهوا نوع من انواع العنصريه المخفيه. هن مع بعضهم حتى يعني ما بظن هي عنصريه واضحه كتير يعني، بس حتلاقي الشعب جدا ستريس جدا بالشغل، بيعاملك بطريقه كتير هجوميه او كتير بطريقه انه ما له خلق يحكي مع حاله يعني. فهذا الشيء بيواجه كتير صعوبات، او بيخلي حياتك تبع الشغل جدا جدا فيها ستريس وجدا حتكون مضغوط يعني. اما فرق العمله فهلا بالنسبه لليورو 185 ين لليورو الواحد. تخيلوا انا وقت جيت على اليابان كان ب 110 من 10 سنين، يعني كان يعني بتقبض اللي عم بقبضهم هون مثلا 250 ألف أو 300 ألف ين، فهن 3000 يورو مثلا. هلا نص تقريبا 1400 يورو أو 1500، هذا الراتب الموظف اللي بيشتغل 5 أيام بالأسبوع 10 12 ساعة بالنهار. عرفت شلون؟ والاسعار نفسها ما تغير شيء، ما رخص شيء، وبالعكس حتى المواد غليت وبسبب التضخم والكذا، والرواتب نفسها الفرق جدا جدا صار كبير. الين الياباني خسر تقريبا 50% من قيمته من وقت اجينا لهلا. فهي واحدة كمان من الاسباب اللي بتخليك انه تحس انه انت عم تشتغل ببلاش. عرفت شلون؟ او ما بكفيك لاخر الشهر يعني. هاي بالنسبه لاول سبب. ثاني سبب اللي هو كمان من الاسباب المهمه، انه مثل ما بتعرفوا زوجتي المانيه وصرنا متزوجين مع بعض باليابان تقريبا 7 سنين، والحمد لله الامور كلها سليمه وتمام. فهذا السبب كمان بشجعني اكثر انه نحن كسوريين يعني ما عاد صفي عنا انتماء لاي بلد معين بشكل عام. عرفت شلون؟ بعد بلدنا يعني
بغض النظر معي جنسيه ولا ما معي جنسيه. يعني هذا الشيء من جوا اكيد صعب علي. انا تعودت على اليابان، ممكن تكون اليابان بلدي وحسها انه هي بلدي الثاني، اعطتني الفرص واسست فيها. ممكن اكيد اشتاق اذا نزلت لالمانيا، بس كنت اتخيل الوضع مثل وقت كنا بسوريا، يعني وقت تكون الوضع من زمان. حتى نحن كنا يلا بنسافر ندرس لنا بشي قرنه وبنرجع على سوريا بنشتغل. فالواحد يعني بيسعى لفرص وقت يكون الوضع سيء، الوضع المادي او الوضع الاقتصادي. فنفس الشيء هون، يعني بلدي الثاني هي اليابان، فانا بس هلا عم بسعى على فرص احسن لحتى اطور من شغلي، وبنفس الوقت لحتى زوجتي كمان تكون قريبه على اهلها. هذا لها شيء بتستحقه. هي صبرت معي وقعدت معي كل هي الفتره هون 7 سنين، مع انه منزور المانيا كل سنه مره. فهذا الشيء كمان بيدل على محبه كبيره منا لنا ولعائلتي، وحتى تعلمت اللغه العربيه لحتى اتواصل مع والدتي. فهذا الشيء كمان اكيد بقدر لها اياه بشكل كبير. فهي واحدة من الأسباب كمان إنه بتشجعني. وأكيد ما حتكون بالنسبة إلي صعبة مثل ما كتير عالم قالوا لي بكرة البيروقراطية والبوستات وحيكون صعب عليك التعامل. فأنا بما إنه زوجتي ألمانية بظن هاي الشغلات حتكون أسهل، أو استئجار البيت أو هالقصص. فبظن هاي القصص حتكون علي أسهل، وفي هي واهلها كلهم يعني بظهرنا داعمينا. السبب الثالث هي الحياه الاجتماعيه والاكل الحلال. مثل ما بتعرفوا هون باليابان، انتم قد ما تقولوا بالمانيا في اكتئاب وما في اكتئاب وكله بسكر الساعه 6 7 بالليل بتصير البلد مثل زومبي. لاحظت هذا الشيء انا كمان وقت نزلت لالمانيا من فتره قريبه الشهر الماضي. بس الفرق هون انه انت اذا باليابان لحالك وعم تشتغل 12 ساعه، كثير انا قابلت سوريين وكثير عالم عرب مغتربين لحالهم باليابان، عن جد حياتهم جدا جدا صعبة، بيشعروا بالوحدة كتير. مجتمعات عربية ما في هون، أكل حلال قليل جدا. الأسواق مثلا مثل ما رحت على ألمانيا بتفوت على سوبر ماركت سوري، أبو عبده أبو أحمد مدري شو، بتلاقي سوبر ماركت، بتلاقي أغراض سورية، بتلاقي أكل حلال، بتلاقي كافيهات في مجتمعات عربية. بتنزل على برلين سوق العرب مثلا، بهامبورغ بكتير مدن مليان مثلا مطاعم سورية أكل حلال. فيعني إذا دايق خلاك أنت ممكن تطلع تقمرش وتطلع تتسلى تروح على هاي الأراني مثلا. أما باليابان فهذا الشيء جدا جدا معدوم، صفر صراحة. فتخيل أنت حياتك بس شغل وعندك سبت وأحد، حتى ما في رفقات يابانيين فاضيين حتى يطلعوا معك مشوار إذا أنت لحالك ما عندك مجتمعك العربي أو رفقاتك مثلا العرب حواليك. وخاصة بالنسبة لوالدتي، فإلنا قرايبين كتير بألمانيا، فينا تستعمل اللغة العربية، ما تضل لحالها دائما مثلا بالبيت، في شغلات تعملها، ممكن تتسلى تغير وقتها. ففي فرص لهذا الشيء أكثر هنيك. ممكن تفوت على مدرسة تتعلم ألماني بالعربي، عرفت شلون؟ هذا الشيء قليل باليابان صراحة. ما في حدا بيعلمك عربي ياباني غير اختي راما مع شهادة بتدرس اللغة اليابانية، عندها طلاب خصوصي بتدرسهم ياباني عربي. فنذكر هذا الموضوع اللي بده اللي بده يتواصل معي اذا حدا حابب يدرس ياباني باللغه العربيه. فهي واحدة من الاسباب كمان اللي بتخلينا انه هون ما في روح عربيه، ما في عرب حواليك. الجوامع كمان قليله جدا وبعيده. فيعني هي الاسباب كمان بتخليني انه انا حابب اطلع صراحة وارجع شوي تروحا صراحة. حتى وانزلت على المانيا حسيت حالي تروحنت شفت عالم، شفت عرب، شفت اشكال بني ادمين مشكلة، عرفت شلون؟ العالم عم تحكي مع بعضها، عم تعيط، عم تضحك بالطريق. هون كله نظام، ما فينك برا تحكي، ما فينك تاكل برا، ما فينك تاكل بالقطارات، ما فينك تحكي بالقطارات. فهي حياتك بالشغل وبالبيت فقط، يعني عرفت شلون؟ فهي واحدة من الأسباب كمان القوية اللي عم تخلينا شوي كمان نغير المجتمع. كنا قبل صابرين إنه الشغل منيح، الاقتصاد كان قوي من زمان أول ما أجينا، فبس هلأ هذا الشيء صار تقريبا نصه، يعني مثل ما حكيت بأول سبب. فهذا الشيء كمان من الأسباب القوية اللي كمان بتخلينا نطلع صراحة لأوروبا. السبب الرابع هو البيوت. مثل ما كثير ممكن يعلق لي إنه ليش البواب قصيرة، ليش البيوت صغيرة. فالبيوت اليابان اجاراتها اول شيء جدا غاليه، تقريبا قريب كتير لاسعار اوروبا مره ثانيه، مع انه الرواتب نص. يعني انت اذا بدك تستاجر بطوكيو غرفه تقريبا 30 متر مربع او 25 متر مربع بدك تدفع حوالي 800 او 900 دولار. تمام. هلا هذا البيت اللي انا فيه مثلا بعيد كتير مثلا عن طوكيو شي ساعه، مثلا بدفع حوالي 500 دولار تقريبا. والبيوت بشكل عام صغيره، اصغر بكتير، خشب، فبالبرد برد فعلا، وبالشوب بده شوب كأنك بساونا. الغرفة اللي بصور فيها نحن بنهجرها بتصير ساونا. أكيد في مكيف، بس وقت تصير حرارة كتير عالية فما بيشتغل، عرفت شلون؟ فالبيوت بألمانيا كتير حبيتها. الحيطان ذكرتني بسوريا، المساحات أكبر بشكل عام.
هون يعني اول 3 سنين باليابان احنا عشنا بغرفه واحده، تخيلوا 10 امتار مربع انا وامي واختي لمده سنتين تقريبا، وكان اجارها شيء $300. فالبيوت جدا صغيره بحكم كل السكان، كل التركيز على طوكيو، مو مثل المانيا مثلا كلها مسكونه، عدا انه عدد السكان تقريبا دبل. هاي الاسباب واحده من الاسباب كمان اللي بتخلينا انه كمان البيوت يعني هون انت ما بتحس حالك ريلاكس بالبيت، خاصه زوجتي انزا طويله مثل ما بتعرفوا، فدائما بتوطي راسها وكثير منكم قالوا لي غير هالباب بقى، غير هالبيت، مدري شو. واخيرا يعني ان شاء الله قريبا حيتغير هذا الشيء، ويصير في سقوف عاليه او بيوت اكبر ان شاء الله اللي حناخذها او حنسكن فيها. السبب الخامس هو الاولاد. صراحه طول ما نحن باليابان مو مفكرين نجيب اولاد، اكيد هذا الشيء باذن رب العالمين، بس نحن يعني كنيه مو ناويين نجيب اولاد باليابان. الاسباب هي انه انت باليابان المدارس او النظام التعليم جدا جدا كمان صعب على الولد، فانت الولد بتخسره. انا برايي الشخصي وحسب تجربتي الشخصيه مع عالم قريبه لإلي ومع عالم بعرفها اولادها بالمدارس، ابتدائي اعدادي ثانوي، الولد ما بتشمه، ما بتشوفه ابدا، فبيطلع من الصبح للمساء ليرجع، بتلاقيه 6 7 المساء، خاصة فترة الإعدادي والثانوي. بالابتدائي ممكن يرجع أبكر، بس بهي الفترة فبينغسل دماغه كليا وبيفوت بالسيستم الياباني وبيصير ياباني، ولا تقدر لا تعلمه دينك، لا تعلمه حضارتك، لا تعلمه هي الروابط الأسرية بينك وبين الولد حتكون جدا جدا ضعيفة. مشان هيك الروابط الأسرية بشكل عام باليابان بتلاقي الولد صار عمره 18 20 حمل حاله وطلع راح سكن بالمدينة، فات على الجامعة وأهله يا دوب يحكي معاهم. مو الكل أكيد مرة تانية، بس فيني أقول 70% من العالم اللي أنا كمان درست معه بالجامعة، فكل واحد عايش لحاله وما حدا مع أهله، وبتلاقيهم بالنادر ليحكوا مع أهلهم. فالولد بيطلع من 6 7 الصبح على المدرسة، بتبعته هيك ليرجع للستة 7 المساء. عدا كمان بايام العطله في شيء اسمه الجوكو، ان كان بده يدرس زياده يلحق للامتحانات او بده يفوت بنادي رياضي، النادي تبعه لازم هو ينقي نادي موسيقي او رياضي، كرة سلة، كرة قدم. فسبت واحد عادة بيتدربوا هذه الايام، فحتى بالعطلة انت ابنك يا دوب تشوفه. حسب اخوه لزوجتي مثلا او العالم اللي بعرفها بالمانيا بيشتغلوا 8 ساعات، ممكن انت 3، هي بترجع لموضوع العمل مره ثانيه، انه 3 4 الظهر انت رجعت على شغلك، ففينك تربي ابنك اللي بيكون راجع من المدرسه تبعه 1 أو 2 الظهر، او لو اكثر شوي، فبتقضي معه قريب النص نهار، والعطله بتقضوها سوا مع بعض. فحتى مثلا اولاد بنت خالي اللي زرت عندهم بالمانيا شفتوهم، فجدا اوادم، جدا مرباين على الطريقه السوريه، مع انه واحد منهم اعدادي وواحد ابتدائي. بتلاقيه داير باله على امه وعلى ابوه، بيسمع كلامهم، بيصلي كذا. فبتلاقي هي العادات حسب التربيه موجوده او فينك تخليها باولادك، اللي هي باليابان صعب صراحه، والولد بيروح مخه اكثر للسيستم الياباني وبينغسل دماغه، وما بيصير الوقت اللي حيقضيه بالمدرسه او بالنظام الياباني اكثر من الوقت اللي حيتعلم منك او يقضيه معك او يتعلم عاداتك وتقاليدك او دينك حتى. واخر سبب اللي هو في عالم كمان ما كتير مهم صراحه السبب السادس اللي هو الضرائب. اللي عالم سألت على الضرائب باليابان مقارنة بألمانيا، فهي نفسها تقريبا. الضرائب على الرواتب هون تقريبا بين 25 ل 35%، ممكن توصل ل 40% حسب انت شريحة راتبك. فبالنهاية راتب ال 250 ألف ين اللي هو $1600، كمان بدك تقيم منه هدول ال 50 ألف ين تقريبا بيزيد معك 200، اللي هي يمكن $1200 ممكن يزيد معك بين اجار بيت واكل وشرب خالص. الراتب دوبه يكفيك لاخر الشهر، وما فينك تصرف زياده او تطلع مشاوير. فالضرائب هي نفسها، مع ذلك الرواتب هي نص مقارنه باوروبا وامريكا، بس الضرائب نفسها، وهذا الشيء اللي بيخلي كمان الحياه اصعب على اليابانيين مره ثانيه، وبيأثر على نسبه الولاده والتعداد السكاني اللي هو عم يقل كل ماله مع التقدم بالسنين يعني. بس هيك يا جماعة، هذا فيديو يوتيوب كان مفصل لكم لحتى تعرفوا الأسباب ومقارنة تفصيلية بسبب ليش أنا بدي أترك اليابان وأروح على ألمانيا، أو بشكل عام مقارنة بين ألمانيا واليابان من هي النواحي. أكيد كل بلد لها إيجابياتها وسلبياتها، وهذا الشيء اللي أنا حكيته بدون تحيز صراحة، وهذا الواقع. ومرة ثانية أنا لا تفكروا أني ما بحب اليابان، بحب اليابان كثير، اللي هي ساعدتني وأسست فيها وكل شيء، بس الواحد دائما بيطمح لفرص أحسن ليطور من شغله، خاصة أنا بمجالي مجال التمثيل والسوشيال ميديا، هذا الشيء بحبه كثير. وهذا الشيء كمان بأوروبا لي فرص أكثر حسب ما تواصلت مع وكالات وشركات
حيكون لي فرص اكبر بالمانيا حتى بدون ما احكي الماني باول فتره. وبحكم بحكي 3 لغات انا، عربي انجليزي ياباني بطلاقه. فحيكون في فرص اكبر. حتى السوشيال ميديا بشكل عام تدفع اكثر باوروبا، بالمانيا وامريكا و5 بلاد ثانيات. نسبه الدفع على 1000 مشاهده فهي اكثر بكثير من دول اسيا اللي هي اليابان او غير بلاد تانية. معروفة آسيا هي من أوطى البلاد بقديش أنت بتقبض على 1000 مشاهدة على اليوتيوب أو على التيك توك أو على الفيسبوك. فهذا الشيء كمان حيفرق معي بأوروبا إن شاء الله. فهي كانت الأسباب شخصيا اللي هي عم تشجعني إني أترك اليابان وأطلع لأوروبا. وإذا ما حبينا أوروبا فبنرجع اليابان. شو القصة يعني؟ هي خلي حياتك مغامرة بدون ما تخاطر، بدون ما تسعى وراء فرص جديدة. فالحياة بتكون مملة أو ما رح تنجح بحياتك إذا حتضل ثابت أنت أو بالكومفورت زون تبعك، أو يعني بالدائرة المريحة تبعك اللي أنت متعود عليها. أنا شخص بحب المغامرات، بحب المخاطرات. ما بحب الروتين أبدا. فهذا الشيء كمان بحمسني إني أطلع أجرب شيء جديد. بس هيك يا جماعة ادعوا لنا يتيسر كل شيء وتكون الأمور كلها سليمة. وغير هيك شكرا لدعمكم دائما لهلا لهي النقطة، وكل العالم اللي بتعلق واللي بتتواصل معنا او اللي عم تدعي لنا وتكتب لنا تعليقات كثير حلوة. شكرا لكم جميعا. واذا عندكم اسئلة تانية اكتبوها تحت هذا الفيديو. وغير هيك كعبلوا الفيديو كومنت لايك شير واشتركوا بالقناة، ونلتقي في الفيديو الجاي. سلام.